فاللهم أدر الحق معه حيث دري أنه رجل على الحق. فما فائدة كون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الحق؟ ما دلالة ذلك على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله؟ يقول الأخ الكريم: ما دلالة حديث علي مع الحق والحق مع علي؟ ما دلالة هذا الحديث بالخلافة وأنه يجب أن يكون هو الخليفة؟ إشكال جميل. إليك الجواب من كتاب الله. سورة يونس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم يا أخ رشدي كيف تحكمون؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فمن كان مع الحق والحق معه أولى بالاتباع من الذي لا يهدي إلا أن يهدى. كيف تركت علي الذي يهدي إلى الحق والحق معه وتمسكت بأبي بكر الذي لا يهدي إلا أن يهدى؟ أين الثرى من الثريا يا أخ رشدي؟ وتقول ما هي الدلالة في هذا الحديث؟ الدلالة واضحة وضوح الشمس.